السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام الصحة والعافية. ان شاء الله النهاردة جايبه لكم كده مشروب حلو جدا للايام اللي احنا بنمر بيها دي. كلنا عندنا نزلات برد وكلنا محتاجين شوية فيتامينات كده، وشوية عصاير او شوية مشروبات تقوي المناعة وتقوي كمان لو في شوية انيميا نتخلص منهم. عندي كده ليكم مشروب النهاردة حلو جدا، يعني متكون من حاجات بسيطة جدا موجودة عندنا في البيت. حبيتين من البرتقال وحبة بنجر وجزراية، وكمان هنحلي المشروب بتاعي بعسل النحل علشان تكون الوصفة صحية تماما. هبدأ ان انا اقطع كده كل المحتويات اللي عندي، يعني قطعت البرتقال والجزر وكمان البنجر. لو عندك برضو يعني فاكهة تانية مثلا تفاحية ممكن نزودها على المحتويات دي، لو عندك موزاية. وبعد كده نجيب شفشق الخلاط ونحط مج كده من المية وننزل بكل المكونات اللي عندي، ونحط طبعا كل القطع الفاكهة والبنجر كده. طبعا البنجر ده ملك التحدي للأنيميا، يعني حاجة كده ما شاء الله بترفع لك الأنيميا على طول، اللهم بارك. وننزل بقى بالعسل كده ونحلي وصفتنا الحلوة دي. طبعا العسل أفيد كتير كتير من السكر، غير ان العسل كمان بيقوي المناعة، يعني وصفتنا صحية من الألف للياء. هنضرب كل المحتويات دي كويس جدا لحد ما يكون لي العصير اللي أنا بعمله. الاخر بعد ما نخلطهم كده هزود مج كمان من المية على الخليط، وبعد كده طبعا هنصفيه علشان هيكون فيه تفل للفاكهة اللي احنا حطيناها. كده خلاص خلصنا، ضربناه كويس جدا في الخلاط، ونجيب بقى المصفى بتاعتنا ونبدأ ان احنا نصفي المشروب الحلو بتاعنا ده كويس جدا لحد ما اخلص كل الكميه اللي موجوده في الخلاط. وعلى فكره التفل اللي قدامكم ده انا مش هرميه، هعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني كده وهنعمله مربى وهتطلع تحفه جدا. شوفي بقى عملنا كده يعني مربى، فهنعمل مربى فواكه مع بعض، وكمان عملنا العصير. عصير التحدي انا مسمياه عصير التحدي، تحدي بقى للانيميا، عصير يقوي المناعه. حاجة اللهم بارك تحفة. يلا بسرعة قومي جربيه واعمليه لولادك علشان نتحدى بقى البرد اللي عندنا ده ونقوي المناعة. دي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.